يقود العميل الصهيوني فوزي لقجع مجددا مؤامرة دولية ضد الجزائر بعدما كشفت وسائل إعلام دولية رفضه السفر عبر خطوط جوية دولية أخرى إلى الجزائر من أجل المشاركة في كان الجزائر لأقل من 17 سنة. وكشفت ذات المصادر أن فوزي لقجع يقود حملة دولية مسعورة من أجل تشويه صورة الجزائر، خاصة بعد إعلان الفيفا سحب شرف تنظيم كأس العالم للناشئين من البيرو وانتشار أخبار شبه مؤكدة عن ترشح الجزائر لنيل هذا الشرف بدل البيرو بحكم العلاقات القوية التي تجمع بين الاتحادين، وعن مناورة العميل الصهيوني فوزي لقجع يسعى من خلالها ترشيح بلاده لنيل هذا الشرف وعدم المشاركة في كان الجزائر لأقل من 17 سنة عقب فرضه شرط السفر في رحلة مباشرة إلى الجزائر من أجل فرض عقوبات على الجزائر ومنعها للترشح لاحتضان كأس العالم للناشئين وحصول المغرب على هذا الشرف والتأهل مباشرة لهذه الدورة، باعتبار أن كان للناشئين المقررة هذا الشهر بالجزائر هي مؤهلة لكأس العالم لأقل من 17 سنة. لتتضح مجددا المناورة الخبيثة التي يقوم بها فوزي لقجع في دهاليز الكرة الإفريقية والدولية تجاه الجزائر ومحاولة اللعب على أكثر من صعيد، خصوصا بعد تأكد الأخبار الرسمية بأن السلطات الجزائرية لن تفتح المجال الجوي أمام عملاء الصهاينة مهما كانت الظروف والأحوال. الملكية لكرة القدم والنائب البرلماني إن نعت فوزي لقجع رئيس الجامعة بالفاسد لم يكن في محله بعد النهضة الكروية التي عاشتها بلادنا. وأوضح بودريقة في حوار مطول أجرته معه الزميلة يومية الصباح نهاية الأسبوع الماضي أنه يجب محاربة نظرية المؤامرة التي اجتاحت بعض جماهير الكرة، مبرزاً أنه من غير المنطقي أن يحتج المثيرون لأن ذلك يزكي نظرية للشك والمؤامرة. ونوه بودريقة بمنح العصبة الاحترافية الاستقلالية التي تحتاجها، إذ قال إنه كان من المطالبين بذلك منذ سنوات لتركز الجامعة على المنتخبات والبنية التحتية والعلاقات الخارجية والتكوين. وأكد نائب رئيس الجامعة أن البلاد تشهد نهضة كروية على جميع الأصعدة بفضل استراتيجية وضعها السيد فوزي لقجع وسطرها الملك محمد السادس منذ مناظرة الصخيرات في 2008، ويجب ألا يتم الطعن فيه أو منح فرصة لأعداء الوطن من أجل ضرب لقجع أو المغرب في المؤسسات الدولية مثل الكونفدرالية الإفريقية.